هلو بنات، شلونكم؟ شخباركم؟ اليوم الحمد لله والشكر رجعت حسابي مال يوتيوب. كان رايح من عندي ممسوح لأن بدلت تليفوني فانمسح الجهاز من عندي. فاليوم الحمد لله قعدت الصبح وحاولت أرجعه وحاولت أكتب الرمز وهاي ورجع الحمد لله والشكر. وجيت لكم وراح أرجع لكم بكل قوة إن شاء الله، وراح أرجع وأسوي وياكم روتينات وتنظيفات وهواي شغلات ضمت لكم. هنا قلت أول شي أبلش أنيم ابني قبل كل شي، حتى شنو يعني أقدر إنه أسولف وياكم وأحكي وياكم وأنظف وياكم. يعني ابني إذا قاعد أنا كل شي ما أقدر أسويه. واليوم عندي تنظيف، يعني تنظيف كلش هواية. هنا أول شي راح أبلش أنظف المراية مالتي، أسويها وياكم شوفوا القبل. هسه إن شاء الله بس خلي ينام ابني نومة عميقة وأقوم أسوي المراية وياكم أعزلها، لأن أنا هسه حاليا حامل وبشهر الثامن، يعني ما ظلي إن شاء الله شهر وأجيب. وإن شاء الله أسوي لكم جهزت أني ملابس للبيبي، أسوي لكم فيديو خاص بتجهيز البيبي. شوفوا لي هنا الدنيا خربانة تخرب. أنا هنا شنو سويت تنظيفات الشتاء، فبقت لي المراية، فبقت لي هواي شغلات. ملابس مصفطتهن بس بقالي المراية، وبقالي عندي جهة ملابس حاطة بيها هواية فلازم أصفطهم. هواي شغلات بس بعد عندي. أول شي راح أبلش وياكم هاي المراية كلها أفرغها، وأروح أجيب لي ملمع جامات وأمسحها مسحة نظيفة. هاي هنا فرغت كل شي، شوفوا لي قد تراب مو طبيعي. وهنا ابني كسر لي الحجر التركي كنت مسوية كلها، كسر لي اياها. هسه راح ابلش امسح. هنا بلش ابدا امسح. هو هنا تقريبا يمي اني بالواقع يبين دي المعلمة، بس ما ادري ليش يمكم يبين هيجي. هاي هنا مسحته وصار المعلمة. راح ابلش اسوي، اجيب المكياج والاغراض. اني ما يعجبني احط مكياج على مراية، احط فقط العطور الشغلات، يعني مرطبات بودرة هيج سوالف. بس اشوف لكم شلون. هاي هنا بنات خلصت، مرتبتها بهيج شكل. ما حطيت كل المكياج، بس المكياج اليومية اللي احتاجهم. هاي هنا غرفتي عزلتها نظفتها، وراح اخلي ابني ينام هنا بغرفتي، ولأن اريد اعزل غرفته. وهنا عندي تعزيل بغرفة ابني، تعزيل عميق عميق، يعني صدق عميق، لأن ما عزلته أني للشتاء، فقط الأرضية غسلتهن. وهسه يراد أنظفه تنظيف عميق. هاي البارحة كنت بالسوق أني اشتريت دواشق، ويراد يعني شو اسمه الوجوه مال الدواشق وديت للخياطة دا تخيطهم. فالدواشق قد أشيلهم أحط فقط 2 هنا. شوفوا لي هسه راح أبدي أعزل وياكم. أول شي راح أبدي بيه أعزل هاي الصفحة مالت الابني، يعني الشرباية مالته. هاي هنا عزلته ورتبته، وهاي البطانية مالته خليتها هنا. شوفوا لي هاي الصور اللي حاطتهن هنا كلها مالات ابني، يعني لحد ما كبر. وهسه راح أبلش بهذا مشكلة قد ما تعبانة ما بيها حيل أحكي والله. راح أبلش أصفط الملابس مالاته. هنا كملت هاي الخطوة، خلصت من عدها، يعني دا أسوي جزء جزء، ما أريد أخربط، يعني خربط الدنيا على راسي. هنا راح أبلش بهذا الدولاب. هنا الألعاب مالته السلة، وهناك هم عنده ملابس لأن المجرات مالته ما تكفي. فراح أبلش أنظف هنا. وهنا عزلت هذا المكان. أنا هنا قبل كنت حاطة شو اسمه مالات ابني، البوطرة والشغلات، بس هسه كلهم شيلتهم لأن حسيت دا يلعب بيهم، حطيت فقط هذني. هسه راح انتقل هنا.
هذا شنو؟ هذا قلت التخت أنا ابني كبر فما راح أقدر أحطه هنا بعد، فايش سويت؟ جبت له هذا التخت. الطفل الجاي إن شاء الله هذا التخت راح يصير إله، بس أني ما راح يعني كبداية ما راح أحطه هنا، عنده هو مهد أحطه بالمهد. هسه حاليا راح أعزل هذا المكان، وهنا عزلت هذا المكان خلصته. وهذا طفت الكهرباء. هاي المجرات أنا حاطة بيها مشترية شي جديد للبيبي، يعني تجهيزات مالت البيبي كلها هنا حاطتها. خلي أشوف لكم جزء بسيط لأن راح أسوي لكم فيديو كامل عليه. الصراحة هذا جهزته أكثر من هذاك ابني، ما أدري مهتمة بهذا أكثر. هاي هنا هاي المرحلة خلصتها وخلصت منها. وهذا الهزاز هم اشتريته لابني، يعني هذا الجاي بالطريق، لأن بذاك ابني ما اشتريت من هذا فتندمت. كنت أروح البيت أهلي كنت أبقى بدون لا هزاز لا شي، ابني كان ينام بالقاع وكل ساعة واحدة دايسة، فقلت أشتري هذا وأخلص من عنده. وهنا بنات عزلت الغرفة كامل، كل شي ما خليت. شوفوا لي شلون عزلته ونظفته. وذني الدواشق ما قدرت أشيلهم، قلت خليهم من شو اسمه أسوي، يعني من أجيب الوجوه أغلفهم بعدين أشيلهم. هذا المهد هم شايلته لابني، انتظر يجي حتى أحطه بيه. كهرباء ما أدري إيش بيه وياي اليوم. بنات أكلة ابني المفضلة خبز وشاي ويا الشكر هم حطيت. أنا مرات أحط وياه شوية هم لبن، بس اليوم ما حطيت. هاي قعد من النوم بدلته. هاي هنا ثاني يوم الصبح. عارف الخشوقة راح قام ياكل بالإيد. أنا وكلت ابني خلصت. أنا راح أبلش أسوي غدا، راح أقطعه وياكم. أنا قطعته راح أبلش أغسله وأحطه بالماء أسلقه. وأني كل ما أسوي هاي الأكلة أتذكر في اليوم كنت ما متزوجة، أمي قالت لي حطي لنا يعني سوي لنا على النار سوي لنا هاي الأكلة، يعني حتى ما أحبها أنا كنت بوقتها. وأنا إيش سويت؟ بدون لا تقطيع لا تغسيل، خليتها كامل مكمل بالجدر وش اسمه، وخليتها على النار كامل مكمل. وكان أمي تجي تقول هاي شنو؟ تخبرت، وكل ما أسويها أضحك على روحي. هسه راح أبدي أغسلها. هنا راح أعلق الطباخ وأبلش أسلقها. وهنا على ما يصير الأكل راح أبلش أحط لي مكياج خفيف. صراحة أنا ما أحب يعني أحط مكياج هواية، يعني فقط أحط للحواجب ومبيض من هذا، يعني ما أحط أصلا مكياج هواية. وشوية خدود وحمرة فقط ومسكارة هم. وهذا ابني السوالفة ما تخلص. لا يا بنات وصلت وياكم لنهاية الفيديو، ولا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة. واتمنى شنو الشيء اللي ما عجبكم بالفيديو تقولوا لي اياه بالتعليقات، وشنو الشيء اللي يعني مثلا بغرفة ابني اللي عزلتها ورتبتها. اكيد اكو هواي عندي اغلاط وادري بنفسي، يعني هواية يعني مخربطة الدنيا بالغرفة، يراد يعني شوية اشيل من عدهن. وهنا وصلت لنهاية الفيديو، ولا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة. ومع السلامة، إن شاء الله أسوي لكم فيديو جاي تجهيزات البيبي.